ظهرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه التلفزيوني الحكاية، حيث عقبت على تحقيق نبوءتها بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي. وقالت ليلى عبد اللطيف: أنا بحب ياسمين عبد العزيز جدا، وتوقعي هو مجرد إحساس شخصي وكان مجرد خاطر، لافتة على أن ياسمين لن تستمر في حياتها بمفردها وسوف تتزوج وتنجب طفلا. وأضافت: بشوف ياسمين عبد العزيز سيكون لديها طفل ومسكه في ايديها، ازاي؟ العلم عند الله، مشيرة ان الحب يدق باب ياسمين عبد العزيز قريبا. هي انسانة حساسة وما تقدرش تعيش من غير حب. وفي هذا السياق اعلن كل من النجمان احمد العوضي وياسمين عبد العزيز خبر طلاقهما من خلال منشور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. أثار هذا الخبر الكثير من الجدل بعد نبوءة عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف التي توقعت ذلك خلال عام 2024.